السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم، صحة سحوركم، أهلا وسهلا بكم الأحباب. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. شوفوا معايا ذيك التحفة الفنية، شوفوا جبت لكم طبق بشكلين وبطريقتين مختلفتين. انت يا حبيبتي ديري الطريقة اللي تساعدك، سواء الطريقة الأولى ولا الثانية، المهم هو طاجين الزيتون بطريقة عصرية جا أكثر من رائع. فيه بزاف أسديس وفيه بزاف يعني حوايج اللي يخلولك المرق ثقيل، يخلولك الرولي تاعك يجي مليح، اللي يخلولك الشكل نتاعو يجي راقي، وفوق هذا وذاك البنة تقتل. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هالوصفة الرائعة. نقول لكم حبيباتي ما تنساونيش بالجام، ما تنساونيش بالكومنتير شابين، واللي مشي مشتركة نقول لك حبيبتي فضلا وليس أمرا اشتركي في على زر الجرس ليصل كل ما هو جديد. طبعا ما ننساوش الصلاة والسلام على رسول الله. شوفي حبيبتي هنايا في طنجرة ولا في قدرة في كوكوت، المهم واش عندك ديري حبيبتي أي نوع ولا أي مورسون تاع دجاج، سواء كانت الكركاسة أي نوع، فقط باش يبنلك المرق. حبيبتي درت هنا ملعقة نتاع مارغرين، درت قليل من الزيت، درت ملعقة نتاع ثوم. أنا هنا ثوم راني مربياتو، راني دايراتو في هذوك المولي سيليكون ومخبياتو تحضيرات مسبقة. درت البصل، درت المعدنوس، درت التوابل اللي هي كركم، كركم، كمون، وكذلك تابل الدجاج، طبعا الملح. وهنا هذه هي السر اللي يخلي لك المرق نتاعك يجي ثقيل، هي ملعقة الفارينة اللي تعطينا واحد القوام لاصوص، يعني تشوفوه معايا روعة روعة. طبعا هنايا الفارينة وملعقة لاموطغ اللي كنت نسيتها ومن بعد ضفتها. كنت هنا مقطعة الجزر إلى دوائر، يعني بواسطة هذاك الموس المدرج، يعني يجي روعة الشكل نتاعو فقط للزينة. ودرتهم يتقلاو وتحمصتهم مليح، ومن بعد مرقت وكنت مغلية الزيتون على جهة، من بعد ضفتو بعد اللي غلا وتنحت له كامل الملوحية ضفتو. من جهة واحدة أخرى كانت معايا هنايا تقريبا 30 ألف نتاع صدر دجاج مرحي، درت له قليل نفس التوابل. شوفي هنا نقول لك الحاجة زايدة على المرق هو جامبو، يعني جامبو دجاج، اللي ما ديروش وما تبغيهش ما ديروش حبيبتي. درت الثوم، درت البصل، درت الكركم، درت تابل الدجاج، ودرت كذلك الملح والمعدنوس والفلفل الأسود أكيد. ومن بعد هنايا الكمون هذا، من بعد ضفت لها ملعقتين تاع شابليغ ولا خبز يابس، يعطينا ذيك الطراوة، يعطينا القوام الرائع. ضفت لهم كذلك حبة بيض، درك تشوفوا معايا لأني راح نطيبهم في يعني بطريقة رائعة. هنا ملعقتين نتاع لا شابليغ، خلطوا مليح المكونات، نضيفوا حبة البيض. حبة البيض هي اللي راح تخلينا يعني تلملنا هذا الخليط. نخلطوا مليح المكونات. الملح هنايا يعني لازم تضيفي لها الملح، خاصة الدجاج شوية نقولوا يعني إحنا صامت، رغم أني ضفت جامبو، لكن هنا نخلطوا مليح حتى يتجانسوا كل المكونات مع بعض. من بعد نروحو نشكلوهم في هذو الليمون اللي عندنا، ليمون نتاع الكعكعات ولا ليمون تاع كل واحد واش يدير فيهم. نديرو تقريبا واحد الملعقة ونصف. ديري يدك، أنا هنا راني ندير فيها في الماء نتاع البصل، راكم تشوفوا معايا. أنا هنا راني ندير فيها يدي في الماء نتاع البصل وراني نخدم. ولا حبت ديرو في الزيت دير، ما كاش مشكل لا حرج. هنا بطبيعة الحال رانا مسخنين الكوشة على 180 درجة باش مباشرة بعد اللي نعمروهم ندخلوهم في الفرن. هنا درت غير 5 حبيبات، لأني جاتني فكرة هنا في هذا الأثناء، جاتني فكرة قلت لما لا ندير طبق بطبقين. هنايا درت يعني هكا 6. من بعد كانت باقية معايا شوية نتاع هذيك فيونداشي، ضفت لها نفس المكونات اللي ضفتهم في يعني في الخليط الأول نتاع الدجاج، اللي هما درت كذلك، درت قلت لكم نحو غير البيض ما درتوش. شوفوا درت البصل، درت الثوم، درت الكمون، درت الفلفل الكحل، درت الكركم، درت قليل من
قليل من جumbo، قلنا ثوم، بصل، فلفل أسود، كمون، كركم، تابل الدجاج وقليل من المعدنوس، ما درتش فقط البيض. من بعد حكمت بابي سيلوفان، دهنته بقليل من الزيت، درت يعني درت هكا قليل من الفيونداشي، ومن بعد فوقها هذاك الدجاج اللي خليته. أنا راني نوري لكم هذاك الجبن صنع منزلي أنا، والله ما نستغنى عليه. وراني درت كذلك نتاع البيدون، بإذن الله راح ننزله معاكم، روعة روعة، جاني من أروع ما يكون. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا راني ندير في لي بودان هكذا بهذه الطريقة، من بعد نربطهم في لي كوتي. هنا راني درت فيونداشي فوق، ودرت الدجاج اللي بقى لي، يعني ما حبيتش، يعني حبيت ندير من طبق واحد ندير شكلين هكا، يعني يعطي رونق وجمال للطبق نتاعنا. احنا دائما في رمضان نحبوا نلعبوا على العين، كما إحنا نقولوا دائمًا العين تاكل قبل الفم. هنا جاوني 4 ليبودان، درتهم في بابي ألمنيوم، مباشرةً رحت حطيتهم يفوروا. وهنا من جهة واحدة أخرى جبت هنا الشامبينيون لا الفطر نتاعي، هنا كنت شارياته كامل، ماشي هاذوك اللي مقطعين شرائح، لكن أنا قطعته إلى شرائح، يعني روعة هذه الماركة، يعني بلا ماشي بدون إجهار، ما عندي حتى علاقة معاهم. روعة، روعة، شوفوا سواء كان في الذوق ماشي مالح حتى شوفوا روعة، اللي لقات هذا النوعية نتاع الشامبينيون خير تشريه، روعة، يعني يجي من أروع أنا اللي شريتهم، يعني الشامبينيون اللي شريتهم من اللي بديت نشري الشامبينيون طري، ذوقه ماشي مالح، هذاك الشامبينيون اللي يجي مالح، اللون نتاعو أبيض باهي، روعة، يعني جاني في طاجين الزيتون ولا أروع. هنا نقطعه إلى شرائح كما راك تشاهدي معايا حبيبتي. من بعد نحكم مقلاة ندير فيها قليل من الزبدة اللي هي ملعقة صغيرة، وقليل من الزيت نحطها فوق النار. من بعد مباشرة بعد اللي يسخن الزيت والزبدة نرميو عليهم هذاك الشامبينيون ونخلوه حتى يتقلى مليح. كي يتقلى مباشرة نروح نرميه في المرق اللي راه يغلي معايا، واللي ضفت له وريقة الرند وضفت له الزيتون اللي كنت مغلياته، نفرغه كامل على هذا في هذاك الخليط. ومن بعد حبيبتي دوك تشوفوا معايا هنايا هذاك راني فور، راني دايرته يفور. هنا ضفت بعد اللي نشفت، بعد اللي يعني خلاص طابت معايا وقريب نطفيلها، ضفت لها ملعقتين نتاع آه هذا واش اسمه كريم فريش. هنا بعد اللي فارو نحولهم هذاك بابي ألمنيوم، من بعد نحولهم البابي سيلوفان. هذه هي الطريقة اللي نحبيها أنا، نقطع يعني بالمقص على الكوتي ونجبدو مباشرة. شوفوا هنا ما يتفتحوا معايا ما والو، يعني لأني أنا كي كنت نخدم فيهم كنت نزيّر مليح، ما خرج لا الجبن ولا يعني الدجاج. هنا كنت مسخنة قليل من الزبدة وقليل من الزيت، هم لي بودان تاوعي يعني جاو صغار، مباشرة حمصتهم ولا حمرتهم في هذا الزبدة والزيت. شوفوا عطاو لي واحد الذوق، هذه الزبدة والزيت لما حمرتو فيهم أحسن من اللي تحمريهم في الفرن. هنايا بعد اللي تحمروا نقلبهم في كل مرة. هنايا حبيباتي هاذو هما، هنا كانت تقطع لي مقطع اللي كنت نحيتهم من هاذوك ليمول نتاعهم، شوفوا شحال جاو شابين، شبحتهم ولا زينتهم بوريدات بالبطاطا. وهذاك هو الرولي. هنا كنت يعني صورت ووريت لكم كيفاش نحيت، لكن كيفاش بديت نقطع حتى لقيت روحي باللي ما كاش الصورة. الحمد لله أني تركت الموقف وعاودت هنايا راني نعاود نقطع لكم لي بودا هذوك، يعني جاو روعة روعة، يعني طبق زاكي. شوفوا هنا الجبن الداخل، اللحم كيفاش تحمر، الدجاج في الوسط، جا طبق زاكي يعني وبنين، والمرقة ثقيلة وبنينة، والشكل راقي. دائما احنا في رمضان ولا في أي يوم في سائر الأيام دائما نحبوا المنظر نتاع الطبق نتاعنا يكون يعني شكله شباب، لأنه ناكله دائما تاكل العين قبل الفم. هنا يعني زينته تزيين بسيط، وانت حبيبتي إذا كان عندك أفكار أخرى في التزيين ديري حبيبتي، أنا نعطي لك الفكرة وانت كذلك ابدعي معاك. هنا نروح مباشرة نشوفوا ذاك المرق كيفاش جا ثقيل، لأن ضفنا له ملعقة الفرينة في الأول خير من اللي تعقديه في الأخير. اللون نتاع المرق عطاهولنا هذاك الكركم وتابل الدجاج، شامبينيون جا روعة.
الزرودية كذلك نضابط روعة، الزيتون يعني طبق كامل متكامل والحمد لله. دائمًا إحنا نحبوا نعطوا لكم غير الجديد. أنا حبيت نخلّي هاذوك اللي بودا شوية ناشفين، من بعد زدت سقيت لهم في الوقت اللي كنت راح نقدمه، زدت قليل من المرق على هاذوك الوريدات. هنايا ضفت هذاك فخذ الدجاج بعد اللي حمرته، قليل من المعدنوس، اللي بغا تزين بالليمون تزين. أنا دائمًا نخلّي لكم الأفكار تاع التزيين ليكم. شوفوا ذوك الوريدات كي جاو شابين، طبق ولا أروع. نقول لكم شهيتكم في الجنة. نوضي حبيبتي ديريه صحة فطورك، وكل عام وأنتِ بألف خير. ما تنسينيش فقط بالجيم، تعاليق جابة كيفكم، هكذا تحفزوني باش نزيد نمد لكم الأكثر، ونزيد نمد لكم الجديد والجديد. نقول لكم وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تبخلوش عليا بالجيم، بارطاج واشتراك إن كنتِ مش مشتركة.